بيبدأ الفيلم مع جين وهي بتقول لنا مبدئيا كده العباقرة كلهم اكتشفوا الموهبة اللي عندهم في سن صغير. يعني بيكاسو اكتشف انه بيعرف يرسم وهو عنده 9 سنين، فهو مش احسن مني في حاجة. انا كمان اكتشفت ان عندي موهبة فظيعة وانا صغيرة في السن. وبتحكي لنا لما كانت في فرح قريبة ليها وكانت مامتها لسه متوفية من فترة قريبة، وفي الوقت ده كان باباها لسه متأثر وحزين ومش عارف ياخد باله من جين وبنته التانية تيس، خصوصا انهم بنتين وهو راجل ولوحده وكمان حزين. لكن جين كانت بتاخد بالها من تيس وبتوديها الحمام وبتشرف على لبسها وكل حاجة، لحد ما في يوم الفرح ده بتكتشف مشكلة في فستان العروسة وقطع صغير. وطبعا العروسة فضلت تيوال وقعدت تقول اكيد بنت عمي الصفرة بصت لي في الجوازة وكانت عايزة تسيب الفرح وتهرب. بس جين اكتشفت موهبتها الفظيعة في اليوم ده تحديدا في حب الفساتين وتفصيلها، وراحت عملت فيونكة قدرت تداري بيها القطع اللي في الفستان، والفرح عدى وبقى زي الفل. وبتعدي ايام وسنين لحد ما بتكبر جين وبتبدأ تفصل فساتين للعرايس ولاصحاب العرايس اللي هم بيسموهم الاشبينات، وكمان بقت تحب اجواء الافراح وبتحضرها بانتظام، لدرجة انها كان عندها فرحين في يوم واحد وكل واحدة فيهم لابسة فيه فستان علشان تكون مطقمة مع اصحاب العروسة. وبتتفق مع سواق التاكسي انه يجيبها من القاعة دي للقاعة دي وهتحاسبه اخر الليل وهتديله $300. طب وبتغير فين؟ لا ابدا، بتغير في التاكسي عادي وهو ماشي كده، وبتقول للسواق عارف لو بصيت عليا هخصم منك $10. فبيقول لها طب ادفع لك انا 20 وتخلينا ابص. المهم في اليوم ده وفي فرح من الاتنين بتحدف العروسة بوكيه الورد زي كل العادات والتقاليد ما بتقول، والبوكيه بيكون رايح في اتجاه جين، بس البنات كلهم بيجروا علشان ياخدوا البوكيه، فبيضربوا جين وبيوقعوها على الارض وبيغمى عليها. وساعتها بتفتح عينيها على شاب وهو بيفوقها وبيطمن انها كويسة وبيعرفها بنفسه ان اسمه كيفن وانه بيشتغل كاتب في جريدة، وبيعرض عليها انه يوصلها. فبتقوله ان معاها سواق تاكسي، وفعلا بيركبوا معاه وبيفضلوا يتكلموا طول الطريق، ولما بيوصلوا بتحاسبه وبتديله $140 بس. وواضح كده ان الراجل ضحى بالفلوس علشان يبص عليها، بس ده مش موضوعنا دلوقتي يعني. المهم ان كيفن بيفضل يقول لها انا شفتك عماله تروحي من فرح لفرح وتغيري هدومك في التاكسي، هو انتي رقاصه وعندك فقرات يعني؟ فبتقوله لا انا معزومه هنا ومعزومه هنا عادي، وكل واحده فيهم شايفه اني من صحبات العروسه وما ينفعش اتاخر على واحده فيهم. فبيفضل يسالها عن تفاصيل كانه بيعمل معاها لقاء صحفي، لحد ما بتزهق منه وبتسيبه وبتمشي. هو ساعتها بيكتشف انها نسيت معاه النوتة بتاعتها واللي كاتبه فيها كل مواعيد الافراح اللي جايه. ولما بتطلع على البيت بتفضل جين واقفه قدام الدولاب اللي فيه الفساتين بتاعتها وبتقول يا 27 فستان، يا ترى هتلبسي فستان الفرح امتى يا منيله؟ المهم تاني يوم الصبح بنشوف كيفن في الشغل وهو بيتكلم مع صاحبه ترينت وبيقول له المديره قلب عليك الدنيا. فبيدخل يقابلها وبتقوله انها زهقت منه وبتفكر انها تمشيه، ولما بيسالها عن السبب بتقوله ان الجريده بتاعتهم جريده فرفوشه وكل الاخبار اللي فيها لازم تكون فرفوشه وحلوه، لكن هو بيجيب لها اخبار جد وكلها نكد، علشان كده بتديله فرصه انه يكتب في الصفحه بتاعه الافراح والمناسبات ويدور على فرح يغطيه ويكتب تفاصيل العيلتين بتوع الفرح ويخلي الناس تستمتع بالقصه، ولو فشل في المهمه دي هترفضه. ومن الناحيه التانيه بنشوف جين لما بتوصل الشغل وبتقابل صاحبتها كيسي وبتفضل تسأل عن جورج المدير بتاعهم جه ولا لسه، وبيكون واضح كده انها بتكرش عليه ومعجبة بيه. وبتلاقي جين ان في ورد على مكتبها بس مش عارفة مين اللي جابه، وبتقول انه اكيد جورج، وبتبقى متحمسة انه يجي لانه كان مسافر. ولما بيوصل جورج بيفضل يقول لها انه استمتع بالرحلة بتاعته، فبتقول له ان دي 8 مرة يطلع نفس المكان وواضح كده انه بيحبه جدا. فبيسألها انت ازاي بتركزي في التفاصيل دي، وبيعرفها انه معجب باهتمامها بيه. ولما بيدخل على المكتب عنده بيشوف الفطار فبينادي على جين وبيسألها مين اللي جاب الفطار ده، فبتقول له انا قلت انك هتيجي من بره جعان، فبيقول لها عشان كده انا بحبك والله. فبتقول له ها اخيرا اعترفت لي، فبتلطشها كيسي بالقلم على وشها وبتقول لها فوقي بقى، ولا بيحبك ولا نيله، وبعدين مش احنا عندنا ميعاد رايحين المطار نجيب تيس؟ وفعلا بيطلعوا على المطار هما الاتنين علشان يستقبلوا تيس اللي بتكون لسه راجعه من السفر، وبتكون جين فرحانه جدا
لما بتقابلها، وبيرجعوا على البيت هما الاتنين وبيفضلوا يفتكروا في ذكرياتهم، وبتقول لها انهم لازم يخرجوا بالليل علشان يحتفلوا. وفعلا في نفس اليوم بالليل بنشوف جين مع كيسي في ديسكو، وبتسألها امال تيس راحت فين؟ فبتقول لها جين كانت لسه معايا هنا بس اختفت كده وقالت انها شويه وجايه. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه ده بيتفاجئوا ان جورج معاهم في نفس الديسكو وبيسلم عليهم. هو بيقول لجين انتي حد مهم جدا في حياتي. فقالت له الهي تنستر. فقال لها عشان كده عايز اعرفك على حبيبتي. فبتقول له الهي تنفضح، وبتتصدم وبتقول له حبيبتك هاتها كده وانا اجيبها لك من شعرها وامسح بيها الكوبايات اللي على البار دي. واذ هوب فجأة بتتفاجئ بتيس وهي داخله وبتسلم عليهم. فبيقول لها جورج دي بقى تبقى جين المساعده بتاعتي في الشركه. فبتقول لهم جين هاري السويح هي دي تبقى حبيبتك؟ فبيقول لها جورج انه مرتبط بتيس بقاله فتره وخلاص قرروا انها ترجع من بره علشان يتجوزوا ويستقروا هنا بقى. وطبعا جين بتكون منهاره ومش مصدقه اللي بيحصل ده، وبتقول لهم طب انا هروح اقطع شراييني على جنب كده او افوق وافهم ايه اللي بيحصل. وساعتها بتقابل كيفن وبيسالها لو كان الورد عجبها ولا لا. فبتقول له هو انت اللي بعت الورد ده؟ يا اخي منك لله عشمتني على الفاضي، ده انا قلت هو اللي بعته. وبتسيبه وبتمشي وبتفضل تشيسر على جنب كده علشان تفرغ الطاقه اللي عندها. كلنا محتاجين نصرخ يا جماعه. المهم لما بترجع بيتكلم معاها كيفن وبيديها النوتة بتاعتها وبيقول لها انه عارف عنها كل حاجه والمواعيد بتاعتها. فبتقول له طب يا سيدي شكرا وبتاخدها منه وبتمشي. وبعد شويه بنشوفها وهي في البيت وقاعده بتنظف وبتكون تيس لسه راجعه من بره وبتفضل تسالها ايه رايك في جورج؟ فبتقول لها جين رايي عادي يعني ما هو مديري في الشغل. فبتقول لها تيس لا انا عايزه اعرف تفاصيل اكتر عنه. فبتحكي لها جين بقى انه نباتي ومن الناس اللي بتقول ان البقر نوتا برجر وحليب البقر لاولادها، ومن الناس كده اللي بتروح استراليا علشان تنقذ السلاحف من الاكياس البلاستيك اللي بتيجي من السوبر ماركت والحاجات الجميله دي. وبعد ما بتخلص معاها كل حاجه بتقول لها تيس طب بالنسبه بقى للعيوب؟ فبتقول لها جين لا بقى ده مليان عيوب، انا لو مكانك اسيبه. انت تعرفي انه بيكره الكاجو؟ لا وخدي الكبيره بقى ده بيحب الكلب بتاعه اكتر من اي حد تاني في الحياه. فبتقول لها تيس لا دي حاجات بسيطه انا هقدر اتعامل معاها يعني. وتاني يوم بنشوف جين وتيس لما بيروحوا المحل عند باباهم وبيقعدوا يتكلموا معاه شويه لحد ما بتيجي مكالمه من جورج لتيس وبيقول لها تعدي عليه في الشركه علشان يخرجوا مع بعض شويه. وفعلا بتروح تيس وجين اللي كده كانت رايحه علشان الشغل يعني. وهناك بتفتح النوته بتاعتها وبتشوف رقم كيفن في كل مكان في النوته. فبتتصل بيه وبتقول له هو في ايه حضرتك؟ فبيقول لها انا قلت لو عايزه تكلميني ولا حاجه عموما انا فاضي لو عايزه نخرج مع بعض مفيش عندي مشكله. فبتبص على تيس وجورج وبتلاقيهم بيتكلموا مع بعض بتلزيق وكوتشي كوتشي موتي موتي. فبتقول له طب اقفل انت دلوقتي يا كيفن اما نشوف المصايب دي. لكن في الوقت ده بيجي بيدرو اخو جورج الصغير وهو بيكون بيحب جين جدا لانه عارفها من زمان. وساعتها بيجي جورج وبيعرفه على تيس وبيقول له يخرجوا كلهم. وفعلا بيعملوا كده وبيخرجوا وبتعرض عليهم جين انهم ياكلوا حاجه. فبتقول تيس انها نباتيه. فبيتفاجئ جورج وبيفرح جدا في نفس الوقت وبيحس ان دي اشاره. بعدها بتفضل تقول له عن الكلب اللي كان عندها هي وجين لما كانوا صغيرين وكانت بتحبه جدا. فبتقول جين في نفسها يا كدابه ده انت لما بتسمعي صوت كلب بتجري على الرصيف، ده احنا عندنا كلب والله لفضحك. ولما بيسألها جورج عن الرياضة اللي بتحبها بتقوله البيسبول طبعا. فبتقول جين يا دي النيلة دي ولا تعرف البيسبول ده بيتاكل ولا بيتشرب أساسا. ولما بيقوم جورج بتفضل جين تقول لتيس ان اللي بتعمله ده غلط وانها لازم تكون صريحة معاه وتعرفه كل حاجة. فبتقول لها تيس انها عارفة هي بتعمل ايه وبتطلب منها ما تتدخلش. وبتعدي فترة من وقتها وكل يوم بيخرج جورج وتيس وجين معاهم طرف ثالث في العلاقة اللي هو انا عاجي معاكم كده بصوت اللمبي، لحد ما بيجي اليوم اللي بيعرض فيه جورج على تيس انه يتجوزها. وطبعا بتقوله انها موافقة وبتكون فرحانة ووشها كله قلوب وفراشات. ولما بيرجعوا البيت وبيعرفوا باباهم بيدخل جوه يخرج الفستان بتاع مامتهم وبيديه لتيس وبيفضل يعتذر لجين ويقول لها انه كان متخيل انها هتتجوز قبل تيس وكان شايل الفستان ده ليها هي
علشان تكون اول واحده تلبسه بعد مامتها. فبتقول له جين انها مش زعلانه وان المهم تيس تحافظ عليه، وهي لما تتجوز هتبقى تلبسه هي كمان. وبتفضل جين تفكر ممكن تعمل ايه لحد ما بتلاقي مفيش حد تتكلم معاه غير كيفن، فبتقول تكلمه وتشوف هيقول لها ايه. وفعلا بتنزل تقعد معاه وبيتكلموا مع بعض وبتبدا ترتاح له شويه. وبتقول له ان مشكلتها انها ما بتعرفش تقول لحد لا، وخصوصا لو كانت اختها الصغيره. فبيقول لها كيفن انها لازم تتعلم انها ترفض وتقول لا لما تبقى الحاجه مش مريحاها، وبيفضل يدربها انها تقول لا. هو بيقول لها قولي ورايا انا حره في الحياه ومش هقول غير لا، لحد ما بتعرف تقولها. وتاني يوم بنشوف جورج وتيس وهم عند محل الحلويات علشان ينقوا الحاجات اللي هيقدموها في الفرح، وطبعا بتكون جين معاهم معروفه يعني. بس المشكله مش هنا، المشكله ان بيجي كيفن يسلم على تيس وجورج، وبنعرف ان كيفن متفق معاهم انه يغطي الفرح بتاعهم بكل التفاصيل بتاعته علشان ينشرها في الجريده. وطبعا بتتصدم جين من الخبر ده، وخصوصا بقى لما تيس بتعرفهم على بعض وبتقول لها ان ده مالكوم الصحفي. فبتقول له مالكوم ايه؟ مش انت اسمك كيفن يالا؟ فبيقول لها ايوه ما هو ده الاسم الحقيقي، انما مالكوم ده الاسم الفني. فبتقول له يعني انت كذاب. فبيقول لها لا فنان. وبيتفق مع تيس وجين انه هيتقابل مع كل واحده فيهم على انفراد علشان يعرف منهم معلومات وينزلها في التغطيه بتاعته. وفعلا بعد شويه بيروح لجين البيت وبيقابلها وبيفضل يسالها عن نفسها، وبيقول لها تنسى تيس خالص. ولما بتقول له مش ده فرح تيس يعني ولا ايه، بيقول لها لا ما هو دي فقره اخت العروسه بقى. وهي بتفضل تكلمه عن نفسها لحد ما بياخد باله من الفساتين اللي عندها في الدولاب وان عددهم كتير جدا. فبيسالها عن السر بتاع الفساتين دي، فبتقوله انها بتحب تجمعهم وان كل واحد فيهم ليه ذكرى، لدرجه انها فاكره كل فستان لبسته في فرح مين بالظبط. فبيطلب منها انه يصورها وهي لابسه الفساتين دي، وفعلا بتبدا تلبس فيهم واحد ورا واحد وتتصور، وبتبدا العلاقه بينهم تتحسن شويه لحد ما بيسيبها وبيمشي. وبتروح جين عند تيس وبتتفاجئ انها ضحكه على بيدرو اخو جورج ومخليه يروق لها الشقه. فبتقول لها جين ايه يا تيس انت هتبقي من دلوقتي مرات الاخ الحربوقه ولا ايه؟ ده جورج لو عرف هيزعل قوي. فبتقول لها تيس ده عيل عبيط، انا قلت له انا هبقى مرات اخوك يعني لازم تسمع كلامي، وخليته يروق لي الشقه وهو سمع الكلام، وبعدين جورج هيعرف منين يعني. وبعد شويه بنشوف جين لما بتمشي وبتروح تقابل جورج، هو بيكون طالب انه يقابلها من ورا تيس علشان عايز يرتب لها مفاجاه في الفرح. وفي نفس الوقت بيكون كيفن مع المديره بتاعته وبيقول لها على اللي وصل ليه وبيديها الصور بتاعت جين، بس بيقول لها انه لسه ما جمعش كل الاخبار، واول ما يخلص هيقول لها يعملوا ايه وازاي يقدروا ينزلوا التغطيه كامله. فبتقول له المديره يسيب لها كل الداتا اللي معاه وهي هتتصرف، وبتطلب منه يشد حيله شويه. وفعلا بيسيبها وبينزل يروح على المطعم اللي قاعده فيه جين وجورج، واول ما بيشوفهم مع بعض بيحس انه متضايق وغيران على جين، لكن جين بتنادي عليه وبتساله لو كان عايز حاجه. فبيقول لها انه جاي يكمل معاها تغطيه الفرح، فبتقول له انها هتشتري شويه حاجات وممكن يجي معاها. وفعلا بيروح معاها، بس المشكله انها بتفضل تفكر في كلام جورج عن تيس وانه بيحبها، فبتتضايق وبتقول لكيفن انهم هيروحوا مكان تاني. ولما بيركبوا العربيه بيكون في مطر قوي جدا، عشان كده بيفضل كيفن يقول لها تخلي بالها وتسوق بالراحه شويه، بس جين بتكون متعصبه وبتفضل تجري بالعربيه لحد ما بتغرس منها. وساعتها بينزلوا هما الاتنين وبيروحوا على حانه قريبه علشان يدوروا على اي حد يساعدهم، لان الموبايلات مفيش فيها شبكه، وهناك برضو بيلاقوا ان حتى الخط الارضي مقطوع بسبب المطر. فبيقرروا يقعدوا شويه ويشربوا حاجه، وفعلا بيشربوا وبيبداوا يغيبوا عن الوعي هما الاتنين، وبالصدفه بتشتغل اغنيه هما الاتنين بيحبوها، فبيفضلوا يغنوا مع بعض وبيطلعوا على المسرح والناس كلها بتتفرج عليهم. والموقف ده زي ما احنا عارفين بيخليهم يقربوا من بعض، فبيقرروا يرجعوا على العربيه وبيتم احتساء الشاي بنجاح. وتاني يوم الصبح بتقوم جين وبتفضل تقول له طبعا لو حلفت لك اني عمري ما عملت كده مع حد وان ده مش العادي بتاعي مش هتصدق. فبيقول لها صدقه يا اختي من غير حلفان، ده حتى باين يعني، المهم تعالي نروح نفطر في اي مكان وبعدين نتحرك. وفعلا بيروحوا على الحانه اللي كانوا قاعدين فيها، والناس بتكون عارفاهم بسبب اللي عملوه امبارح على المسرح، وبيفضلوا يغنوا معاهم لحد ما البنت الويترس بتقول لجين انها مشهوره. فبتقول لها جين ايوه ما انا عارفه بسبب الاغنيه بتاعت امبارح. فبتقول لها لا انت الصور بتاعتك في الجريده، وبتوريها الخبر اللي نزل فيه كل الصور بتاعتها، هو مكتوب
ومكتوب عنوان الخبر إنها صديقة العروسة المثالية لأكتر من 27 مرة. وطبعا بتتضايق جين وبتفضل تقول لكيفن إنه ضحك عليها وإنه مخادع، وبتسيب له المكان كله وبتمشي. فبيخرج وراها بسرعة وبيفضل يقول لها إنه ما كانش عارف، وإنه طلب من المديرة بتاعته إنها ما تنشرش حاجة، لكنها ضحكت عليه. فبتقول له إنها مش مصدقة وإنها مش عايزة تعرفه تاني. وبعد شوية بترجع على البيت وتث بتكون متعصبة وعمالة تشتم فيها هي وكيفن، وإنها حكت له كل الأسرار بتاعتهم، وكمان كاتب عنها إنها العروسة المجنونة. وبتفضل تقول لها أنا بقى هوريكوا الجنان على أصوله، وبتعرفها إنها مش عايزاها في حياتها تاني وبتسيبها وبتنزل. وبعدها بتفضل جين كام يوم حزينة وحاسة إنها اتضحك عليها، لحد ما بتكلمها تيس وبتقول لها تجيلها على الأتيليه اللي بتقيس فيه الفستان. وفعلا بتروح على هناك وبتقول لها تيس إنها قررت تسامحها لأنها عارفة إنها بتثق في الناس بسهولة، وده اللي بيخلي أي حد ممكن يضحك عليها. علشان كده بتعرفها إنها مش زعلانة بس ما تعملش كده تاني. لكن المشكلة إن لما تيس بتقيس الفستان بتتفاجئ جين إن شكله متغير، وبتقول لها معلش ثواني بس، هو ده فستان ماما اللي المفروض تحافظي عليه. فبتقول لها تيس أنا حسيت إنه قديم كده وشكله مش شيك، فقلت أغير فيه شوية حاجات عادي يعني ما حصلش حاجة. فبتتعصب جين وبتقول لها إنها أنانية وبتفكر في نفسها بس، وكمان بتكذب على جورج في كل حاجة وهو يستاهل حد أحسن منها. وبعد شوية بيجي ميعاد حفلة عاملها جورج وعازم فيها تيس وكل الناس اللي يعرفهم قبل الفرح على طول. ولما بيروحوا على هناك بتقول لهم جين إن عندها مفاجأة عايزة تفرجها للناس كلها، وبتشغل فيديوهات وصور على الشاشة الكبيرة فيها بقى كل الفضايح بتاعة تيس، ما بين إنها مش نباتية ولا نيلة، وإنها بتكره الحيوانات أساسا، وإنها كانت تعرف ولاد كتير لما كانت في الجامعة، وكمان شغلت بيدرو أخو جورج عندها واستغلته وبتخلي شكلها زي الزفت. وطبعا جورج بيتعصب عليها وبيقول لها انها كدابه وانه مش هيتجوز واحده مخادعه زيها، وحاسس انه ما يعرفش عنها اي حاجه. وبكده بتكون جين بوظت الفرح زي ما كان نفسها وبقت هي اللي تس انا الثعبان. المهم لما بتخرج من الحفله بعد ما بوظت كل حاجه بتتفاجئ بكيفن مستنيها وعمال يعتذر لها وبيقول لها انه معجب بيها من اول ما شافها وكان بيحاول يقرب منها باي شكل. فبتقوله انها مش بتفكر في حاجه دلوقتي وبتطلب منه يسيبها تمشي لانها تعبانه. هو فعلا بترجع على البيت وبتفضل فتره كده قافله على نفسها لحد ما بيقرر باباها انه يجيبها هي واختها تس ويصالحهم على بعض، وبيفضل يقول لهم عيب يا بنات انتوا اخوات ما تخلوش حاجه تفرق بينكم مهما حصل. وفعلا الاتنين بيتصالحوا وبيخلصوا كل الخلافات اللي بينهم. ايه ده عادي كده؟ دي فضحت اختها يا جماعه، ما عندهمش دم؟ طيب المهم بعد شويه بنشوف جورج لما بيبعت لجين وبيطلب منها تجيله على المكتب، وفعلا بتروح له وبيطلب منها تساعده يطبع ورقه لانه مش عارف. فبتقول له ايه الحجج الفارغه دي، ما تقول عايز ايه؟ فبيقول لها بصراحه كده انا معجب بيكي لانك عمرك ما قلتي على حاجه لا. فبتقول له تصدق صح انا عمري ما قلت على حاجه لا، بس المره دي بقى هقول لك لا على الشغل، انا مستقيله. فبيقول لها ده ايه ده ان شاء الله؟ فبتقول له اعتبرها ثوره تصحيح، انا من النهارده هكون واحده تانية. فبيحاول يقرب منها فبتقول له تصدق انا مش حاسه بحاجه، انا كنت متخيله لما اقرب منك اني هكون مبسوطه بس واضح كده اني لقيت العوض وانا مش واخده بالي. وبتنزل بسرعه على المكتب اللي بيشتغل فيه كيفن وبتدور عليه، وبتعرف من اصحابه انه في فرح على مركب وبتاخد منهم العنوان وبتجري بسرعه على هناك، وبيكون المركب خلاص هيتحرك وساعتها بتجري وبتنط وبتنزل جوه المركب. ولما بتشوفها العروسه بتسلم عليها وبتقول لها انها عارفاها من الاخبار، وبتفضل تقول لها انها معجبه بيها جدا. ولما بتسالها انت جايه هنا ليه بتقول لها جين على كل حاجه. فبتقول لها العروسه انا هساعدك، وبتخليها تطلع على المسرح وتنادي على كيفن، وبتخلي مهندس الاضاءه يوجه كشاف على كيفن علشان يكون باين. وبتفضل جين تقول لكيفن انها اسفه وانها اكتشفت انها بتحبه وان الانسان ممكن يكون معاه كل اللي بيدور عليه بس هو مش واخد باله، وبتعرفه انه اهم حد في حياتها. وهو طبعا ما بيصدق وبيجري عليها وبيقول لها ان هو كمان بيحبها. وبعد فتره بنشوف فرح كيفن وجين، واخيرا بتلبس الفستان رقم 28 واللي هو فستان مامتها، وكمان كيسي صاحبتها بتتعرف على ترينت صاحب جين، وكلهم بيكونوا مبسوطين لحد ما بيجي جورج علشان يحضر الفرح وبيقابل تيس وبيسلم عليها. فبتقول له انا تيس اخت العروسه وباكل برجر عادي وما بحبش الحيوانات.
فبيقول لها وانا جورج وجاي اتعرف عليكي من جديد. وبنشوف جين وهي داخله الفرح وبتقول لنا انها مش مصدقه انها اخيرا لقت الراجل اللي كانت بتتمناه واللي هيعوضها عن كل اللي فات. هو كمان مش مصدقه نفسها انها خلت كل البنات اللي في الفرح يلبسوا الفساتين القديمه بتاعتها اللي حضرت بيها الافراح اللي فاتت علشان يكون ال27 فستان حاضرين معاها اهم لحظه في حياتها. والحكمه بقى اللي احنا طلعنا بيها من الموالي البامبي المسخسخ ده، قومي يا بت وجمعي فساتين على قد ما تقدري. لا مش عشان تبقي مشهوره زي جين، ده عشان تبقي جاهزه لاي فرح تحضريه واللي من خلاله هتلاقي اي عريس تشقطيه. وشكرا يا فندم.